يبقى نهر النيل الخالد هو الملهم الذي ساهم في إقامة وبناء أعظم حضارات الأرض، الحضارة المصرية القديمة، والتي أنشأها المصري القديم على ضفاف نهر النيل. إنك إذ نظرت إلى معصمك لوجدت وريدك أقرب الشبه إلى تفرعات دلتا نهر النيل عند مصبه في البحر الأبيض المتوسط، ثم أقرب الشبه في تعرجاته إلى القلب حتى منبعه عند بحيرة فيكتوريا. فلا عجب أن يكون نهر النيل هو شريان الحياة لمصرنا الغالي. هذا هو نهر النيل، أطول أنهار العالم، والذي يبلغ طوله ما يقرب من 6738 كيلومترا، ويجري في مصرنا لمسافة تقدر ب1532 كيلومترا. ينساب من الجنوب إلى الشمال ليتفرع إلى فرعين يصبان في البحر الأبيض المتوسط، هما فرع رشيد ودمياط. يجري في حوض عظيم تبلغ مساحته ما يقرب من 2,900,000 كيلومتر مربع. معابد الكرنك، ذلك المعبد الأثري الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل في مدينة الأقصر، والتي كان يطلق عليها في العصور الفرعونية السحيقة اسم طيرة أو المدينة المحصنة. ندخل الآن داخل أول بناء لداخل معبد الكرنك، اللي هو الأوبن كورت أو الفناء المفتوح الأول داخل المعبد. هذا الفناء الذي اكتظ بالآثار من عصور مختلفة. هذا المكان هو أفق الإله، المكان الذي تحفظ فيه الصور، والمكان الذي يكرس فيه الملك الآثار. أول شيء بيفكر فيه الملك في عند توليته الحكم إن هو يأسس مقبرته في البر الغربي، ويأسس للبناء داخل مجموعة معابد الكرنك. واحنا في الداخل دلوقتي هنتكلم عن مجموعة من الأبنية في داخل الأوبن كورت أو الفناء المفتوح.
أول حاجة تسمية هذا المكان في العصور القديمة كان اسمه إيه؟ الكلام ده المكان ده أطلق عليه عدة مسميات. أول مسمى أطلق على هذا المكان تسمية وباء أي المكان المفتوح، ثم وسخت أي المكان الواسع، ثم وسخت حبيت أي المكان التي تقام فيه الأعياد. الميزة المميزة إن هو مكشوف للشمس، لأن الإله رع هو الإله الرسمي في مصر في عصر الدولة القديمة، قد اندمج مع الإله آمون فأصبح آمون رع، فكان يجب أن يكون هذا المكان. بنشوف العمارة داخل هذا المكان عبارة عن أعمدة تحيط بالمكان بشكل برعم البردي، حزمة ساق واحدة من نبات البردي، ولكن فوق التاج على شكل برعم البردي. شيد هذه الأعمدة ملوك الأسر 22. ثم بعد ذلك بنجد في الوسط الأوبن كورت أو الفناء المفتوح في معبد الكرنك 10 أعمدة، 5 على اليمين و5 على اليسار. للأسف انهارت في معظمها، لم يتبقى منها إلا أجمل عمود وأطول عمود يعتبر في مصر، عمود الملك طاهركا. وهذا العمود ممثل بشكل زهرة البرد المفتوحة بشكل ناقوسي، تمام؟ والعمود ارتفاعه حوالي 21 متر بدون الكشف أو بدون القطعة الحجر اللي فوق تاج العمود على شكل زهرة البردي المفتوحة. ملوك الأسرة ال 22 لما جم يبنوا الفناء المفتوح داخل المعبد، كان طريق الكباش اللي احنا اتكلمنا عنه او طريق الإله اللي بيحدد الموكب الإلهي كان ممتد من الصرح الثاني في معبد الكرنك لحد المدخل المعبد. لما جم يبنوا هذا الطريق نقلوا معظم التماثيل التي تمثل شكل الكبش وتحتها تمثال الملك رمسيس الثاني في هذا المكان. الملك سيتي الثاني من ملوك الأسرة 19 سبق الجميع في وجود 3 مقاصير في هذه الجهة. المقصورة الوسطى هي للإله أمون، على ايدكم اليمين المقصورة للإله هموت العنصر الثاني في ثالوث طيبة المقدس، على ايدكم الشمال الإله خنسو وهو العنصر الثالث في ثالوث طيبة المقدس. يعني ايه مكسورة؟ ويعني ايه الحجرة مقدسة؟ المكسورة ديت عبارة عن حجرة يوجد فيها تمثال الإله الذي يعبد داخله، وكان هذا التمثال يوضع جوه مركب، دليل على أن الحضارة المصرية حضارة نيلية. حتى الآلهة عندما تسبح أيضا عن طريق المراكب.
كيف تم البناء؟ أسئلة كتيرة جدا بتدور في ذهن أي شخص. المصريين دول كانوا طوال عشان يبنوا الحضارة ديت، أعمارهم طويلة، طولهم طويل، هم قوم عاد، ده اللي بيتقال. لكن المصري إنسان عادي جدا. كيف بنى هذه الآثار؟ كيف تم تشييدها؟ تم تشييدها بالتفاني في العمل. إنما هو بيشيد داخل المعبد كأنه في عبادة. ولما نوصل بر الغرب هنوريكم قرية العمال، وإزاي العمال دول كانوا بياخدوا رواتب ومرتبات. مرتبات مش فلوس، عبارة عن أكل وشرب عادي جدا، مخصصات. ولكن كيف بنى وشيد هذه الآثار بهذه الارتفاعات، زي الصرح اللي قدامنا. الطريق اللي من الطوب اللبن اللي انتم شايفينه دوت، او الطريق الصاعد بلغه المعماريين وبلغه الاثريين، جميع المعابد المصريه، جميع الاثار المصريه اتبنت بالسقاله، زي ما بنقولها في العصر الحديث بالنسبه للعامل، دي سقاله المصري القديم. الصرح او الاعمده او اي اثر عالي جدا شايفينه في مجموعه معابد الكرنك بيتم بناؤه تدريجيا، بيتم بخطه موضوع وبلان واساس. اصلا الصرح دوت فيه اساس تحتيه عشان يصمد ويستمر معنا الاف السنين. الاعمده ايضا اللي مبنيه قدام حضراتكم دي ليها اساس في البناء عشان تستمر معانا ملايين السنين. المصري بيبتدي يبني حجر الساندستون ده او الحجر الرمل التقيل، العامل بيرفع الاحجار لحد المستوى اللي يقدر يرفع بيه. اما الطوب اللبن دوت فهو من نهر النيل، سريع البناء، يعمله بشكل منحدرات. طول ما بيعلى بالطوب اللبن يعلى بالبناء، يقف العامل على الطوب اللبن ده كأنه هو سقالة ليه لحد ما يرفع الأحجار لأعلى مستوى. ثم بعد ذلك يستخدم هذا الطريق مرة أخرى في عملية النحت والرسم من أعلى لأسفل، وطول ما هو نازل ينظف الطوب اللبن، وطول ما هو نازل ينظف الطوب اللبن لحد ما يشيل كل الطوب اللبن اللي موجود قدام حضراتكم دوت. وبعد كده يعمل بلاطات لأرضية المعبد سواء من حجر المرمر أو حجر الجرانيت. ولكن لأن الصرح unfinished غير مكتمل، واللي تم بناؤه ملوك الأسرة ال30 فما كملوناش الصرح دوت، فتركونا الطريقة الأساسية لعملية البناء، الطريقة التي تبين لنا إزاي المصري القديم بنى هذه الآثار. إنك أيها النهر العظيم لا تكفيك كل صفحات التاريخ ولا شلالات من المداد كي نوفيك حقك. ابقوا معنا فالنيل ما زال يروي.